وحشتوني وحشتني وصفات التوفير، وطالما بقى رمضان على الابواب خلاص لازم نعمل حاجات لحبايبنا للتوفير. معايا كيلو لحمه مفروم. انتوا عارفين بقى شيماء بتعمل ايه من كيلو لحمه مفروم، من فرختين هتشوفوا. انا هفاجئكم بقى من كيلو مفروم هنعمل بقى ايه. حاجات قمر 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 فوق ما تتخيلوا على السفرة بتاعت رمضان. ومفيش بقى فول صويا ومفيش بطاطس مهروسة ومفيش الايه، الحاجات اللي بنحطها تضيع طعم اللحمة. تمام. هنعمل حاجات عددها كويس قوي. عملنا كام أكلة من الكيلو المفروم؟ عملنا 8 حاجات. بس هنعمل حاجات مفيدة وحلوة، ما فيهاش أي حاجة مش صحية، سهلة جدا. واللي كان عاوز طريقة الكبة السوري أنا برضو عاملاها في الفيديو ده من اللحمة المفرومة دي. وعملنا شوية حاجات حلوة قوي هتنفعكم. هنا كنت بسوي وبجرب لكم، جربت لكم كبة وجربت لكم النوعين الكفتة اللي احنا عاملينهم. بس للأسف البطاطس بتاعت الرز ما قالتش منها عشان كنت مستعجلة وخرجت، بس مش أكتر من كده. لكن أنا مجرباها مرة واتنين وتلاتة معاكم قبل كده وناجحة إن شاء الله 100%. تعالوا يلا بقى نشوف احنا عملنا ايه، نسمي الله كده ونبدأ. يلا بينا نتوكل على الله. معاكي ايه يا شيماء؟ معايا الكيلو المفروم اهو، هقسمه 4 تربع، من كل ربع هنعمل حاجة زي ما انتوا عارفين احنا بنعمل ايه. ومعايا كمية بصل معقولة. هتعملي ايه يا شيماء؟ اول حاجة هحضر البصل اللي هعمل. دول 4 بصلات، بس 4 بصلات ايه الصغنطوط قوي، انتوا شايفين حجم البصلة؟ يعني مثلا ال4 دول ببصلة كبيرة اللي هي قد الكف دي. هنعمل بيهم ايه يا شيماء؟ هنعصج ربع اللحمة المفرومة اللي هنعمل بيه الكبيبة الشامي. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيع محمد رسول الله. عاوزاكم يا جماعه تصلوا على النبي كتير قوي. وتعالوا الاول اقول لكم المقادير بتاعتي. انا هعمل، هنجهز الكوبيبه الشامي. انتوا زي ما انتوا عارفين انا البرغل اللي بستخدمه لها بيكون الضحى، هو انضف برغل بستخدمه بصراحه. في الضحى الناعم، برغل ناعم. هنحط كوبايتين. الكوبايات اللي هنشتغل بيها تكون نوع واحد اللي نعاير بيه، ما يكونش كوبايتين مختلفين عن بعض. تمام. هنزل عليهم بايه يا شيماء؟ بكوبايتين وربع ميه تكون مغليه من الكتل. وهغطيهم وهسيبهم اما الميه تتشرب خالص معايا. و علشان ايه البرغل يبقى يعني سهل في العجن معايا. تمام كده. هنغطي الطبق بتاعنا وهنسيبها، وهنروح نعصج اللحمه بتاعتنا اللي احنا فرمنا لها البصل. هنجيب الوك بتاعنا ابن الناس بقى، وهننزل عليه بأي مادة دهنية، حبة زيت، حبة معلقة سمنة صغيرة على حسب انت حابة تعملي ايه. بس انا هحط ايه، معلقة زبدة صغيرة كده اللي هي الزبدة البقري، بحب اطبخ بيها قوي. وهسيبها بقى تسيح معايا كده. وعلى عكس بقى ان انا بنزل الاول باللحمة، لا هنزل الاول بالبصل بتاعي. البصل انا فرماه فرمة خشنة قوي في الكبة، وحابة تقطعيه مكعبات برضو تكون كبيرة شوية، بيبقى طعمها حلو مع اللحمة في الكوبيبة. تمام. هقلبها لحد ما احس انها ايه دبلت شوية، يعني مش هتاخد لون ولا حاجة، تهدى معايا تدبل شوية كده. وهنزل باللحمة على طول. هنا نزلت باللحمة وقلبتها، وحطيت معلقة بابريكا، معلقة فلفل اسمر، وسنة كمون صغيرة، وتوابل لحمة. وهظبط الملح بتاعي مش اكتر من كده. كان في حد قال لي ما تنسيش تغطي الملح يا شيماء، بوريك يا قلب يا قلب اختك العلبه اهي. لازم عندي علبه الملح تكون دي كانت علبه مرقه فوريه وفضيت، فحطيت فيها الملح عشان حجمها كبير وبغطيها. وهقلب بقى الكلام ده كله لحد ما ايه اللحمه تستوي معايا. الموضوع سهل قوي يا جماعه. حابه بقى عندك ايه؟ عندك جزء اللي هو اخواتنا السوريين بيقولوا عليه جزء اللي هو بالمصري عين الجمل. عندك شويه عين جمل تجرشيهم كده او تقطعيهم رفيع قوي وتحطيهم معاها. تمام. حابه تحطي شويه زبيب، حابه تحطي صنوبر، حابه تحطي فستق، ايا كان من خير رمضان اللي هيبقى في بيوتكم. عندكم الخير دايما كله يا رب تحطوا. لكن انا عندي ولادي بيعترضوا على مكسرات وعلى زبيب وعلى اي حاجه في الكوبيبه. فبصراحه انا ما حطيتش اي حاجه مع اللحمه المفرومه. هي البصل واللحمه المفرومه فقط لا غير. وعملتها وكده خلاص كده اللحمه اتعصجت. نرجع بقى نشوف البرغل بعد ما اتشرب. هننزل بنص كوبايه سميد، دقيق سميد يا جماعه اللي بيتباع. انا بجيبه اكياس دقيق سميد، بصراحه جبت السايب ما عجبنيش فبجيبه اكياس مقفوله من السوبر ماركت. ومعانا نص كوبايه زيت وكوبايه دقيق. تمام كده.
هسيب السميد شوية برضو يفتح معايا مع المية السخنة، وهركن دول على جنب. وتعالوا بقى ايه نعمل حاجة تانية. هنعمل ايه يا شيماء؟ هنعمل كفتة الرز بتاعتنا. قلت استغل الوقت بدل ما اقعد استنى ربع ساعة تاني، لا اعمل حاجة. انا معايا ايه هنا؟ دي حزمة كزبرة وحزمة شبت وحزمة بقدونس، انا غسلهم كويس جدا. تمام كده. هنزل عليهم ببصلايه، هقطعهم بس تقطيعه كبيره كده عشان يضربوا معايا في الكبه. وبعد ما خلصت، بصوا خلاص يا جماعه، الكبه دي حلوه على فكره، دي معايا بقالها كتير وحلوه الكبه دي قوي. بس خلاص الكبه التانية انا بقيت ارتاح فيها جدا. مش عارفه، خلاص التانية بقيت بحس ان التانية هي ايدي اليمين في المطبخ. حطيت بصلايه صغيره، وحوالي يعني قولي 6 7 فصوص توم، ده توم مهروس عندي. تمام كده. ومعايا نص كيلو دقيق رز. لو انت ما عندكيش دقيق الرز، يبقى اعملي كوبايتين رز 400 جرام، اطحنيهم في المطحنه ناعم قوي، وخليهم هنستخدمهم دلوقتي. حلو كده. لكن لو انت فرهوده زي شيماء هاتي دقيق الرز كده جاهز من السوبر ماركت. هنا بقى ايه؟ هنزل بالخضره والبصله والثوم. تمام كده. وهضربهم، واللحمه، وحطيت الربع بتاع اللحمه بتاعي. وانا حطيته ولا لسه؟ والله ما فاكره، انا الكلام خدني رغيت كده وما خدتش بالي. بس هحط ربع اللحمه معايا وهفرم الكلام ده كويس قوي. اما نعمه، لا لسه ما حطيتش اللحمه. اهو حطيت الربع بتاعي زي ما انتوا شايفين. هنعمهم بقى قوي مع بعض. واول ما ينعموا هنزل بدقيق الرز برضه اديله لفه. لو حسيتيه مفرول كده زي الرملة شوية، عادي خالص. هتحطي قد ايه؟ ربع فنجان مية، نص فنجان مية. ما تقلقيش وما تستغربيش ان انا بقولك حطي مية. احنا كده كده لما بنفرمها عند الجزار، الرز بتاعنا بيكون مغسول ومنقوع. لحد ما بنروح بيبقى متشرب مية كتير قوي. فاما بتتفرم بتبقى ناعمة قوي معانا. فاحنا اوريدي حاطين دقيق رز جاف ما فيهوش اي ميه. فعادي حطي ربع فنجان المية، مش هيأثر خالص. تعالوا بقى نشوف احنا هنحط ايه التوابل بتاعتنا. توابلك ايه يا شيماء للكفتة؟ هحط فلفل اسمر، وهحط كزبرة، وهحط بهار لحمة، والسبع بهارات. وبس كده يا حلوين. وهظبط الملح بتاعي. وهقول لكم على حاجة، احنا عند اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيع محمد. عند الجزار بحط شوية مكرونة نية أو شعرية. تمام. لكن هنا أنا مش حطيت بس ربع معلقة بيكنج باودر، بتخلي معايا حباية الكفتة مفتحة كده، وإيه ونفشة كده وحلوة وطرية هشة. تمام. وهضرب الكلام ده كويس أوي. هوريكم دلوقتي بقى. لقيتها مفرولة كده زي إيه؟ زي الرملة. فرحت حاطه لها سنه ميه بس مش اكتر. كان حتى عندي شويه ميه من الكتل دافيه، مش سخنه، هي اللي كانت قريبه مني. فحطيت منها حوالي يعني نص فنجان. هنا هو كنت بقلبها في قلب بعضها. وبوريكم بصوا لسه عامله معايا زي الرمله. اهو هنزل بصوا بحوالي نص فنجان او اقل كمان. وهنضرب وهتبقى خلاص جهزت معانا وبقت زي الفل. بقت ناعمة بنفس السمك، بنفس الملمس اللي بنجيبها من عند الجزار، اللي بنفرمها يعني عند الجزار كده. خلاص هي جهزت معايا وبقت زي الفل. هجيب طبق احطها فيه. لا لسه اديتها ضربة كمان. بس هي كده كانت نعمت معايا تماما واتلفت كلها مع بعضها. هجيب طبق احطها فيه. وبرضه هريحها في التلاجة حوالي نص ساعة ربع ساعة عشان اشكلها ما تلزقش معايا خالص. اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وملحها وتوابلها مظبوطين 100%. تمام كده. معلش سامحوني، الوصفات عملتها كتير النهارده ورا بعضها. فما كنتش بقدر كل شويه الف واروح من عند البار اطفي الكاميرا واشغلها. فاستحملوني راحه جايه. سامحوني سامحوني يا كتاكيت. ولو شفتيني لحد هنا، ما تنسيش اللايك والكومنت، وتكتبي لي متابعاني منين. ولو ليكي اي سؤال او اي حاجه حابه تعمليها قولي لي عليها، وانا هنفذها لك على طول ان شاء الله. ولو جديدة اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله ان شاء الله الجديد كله هيكون مختلف تماما عن اللي احنا بنعمله كمان. يعني هبهركم يا بنات، هفاجئكم. يعني بنشف ايدي وهحطها بقى في قلب الطبق وهسيبها في التلاجة. انا سبتها حوالي ربع ساعة، مش اكتر من ربع ساعة كمان. اهو بصوا بقت عاملة معايا ازاي.
زي اللي بنعملها عند الجزار بالظبط، بل يمكن انت ضامنه دي وضامنه نسبه الدهون اللي فيها واللحمه ايه والدنيا فيها ايه. يعني ساعات بنبقى دافعين مبالغ. انا زمان عاوزه اقول لكم، يعني اتخدعت كتير في كذا لحمة عند كذا جزار لحد ما اعتمدت جزار واحد بس هو مش جنبي. اما بحب اروح بعمل عنده كمية، وان شاء الله ما أنا اروح اعمل بتبقى لحمة جملي. هصور لكم عنده وهقول لكم مكانه فين، عشان بصراحة برضو الكفتة عنده ولحمته بتكون مميزة قوي. تعالوا بقى نرجع لايه، للبرغل اللي احنا كنا ناقعينه وحطينا عليه دقيق السميد. نبهره بقى. هنحط معلقه فلفل اسمر، معلقه بابريكا، حطيت معلقه السبع بهارات، وهظبط الملح بتاعي تمام كده، وحطيت ندعه كده صغيره من الكاري، وهظبط الملح بتاعي. حابه تحطي شويه نعناع خشن ده اختياري براحتك. هنا نزلت بكوبايه الدقيق وهقلب بقى، وهقوم نازله بنص كوبايه الزيت، ومش كتير، ما تقلقيش خالص من الزيت اللي هيتحط. هقليها قدامك مش هتفك ومش هيجرى لها اي حاجه. على فكره انا بعمل الكبه بطريق او الكبه بكم طريقه، باربع طرق مختلفه، وكل طريقه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك بتطلع معايا ناجحه يعني زي الفل. تمام اهو. بصوا بقى في الحته دي انا ايدي وجعتني، فهجيب الكبة واضربها كام ضربة كده في الكبة. لكن انت لو ربنا مديكي الصحة، ربنا يا رب يديكوا الصحة والعافية، اعجني بقى بايديكي بس اعجني شوية. تمام. لكن انا للأمانة هضربها في الكبة عشان كان دراعي تعبني شوية. فهضربها بقى ايه اللي هو تتجانس بقى مع بعضها، ايه احس انها خلاص اتعجنت يعني. كام ضربة كده، مش هتضرب كتير قوي يعني. ويلا بقى يا حلوين نبدأ في تشكيلها. بصوا بقى انتوا تشوفوا اكتر ما انا اتكلم، بس برضو ده ما يمنعش ان انا لازم ارغي. بصوا بقى بصوابعكم كده، بصباع او بالصباعين انا بلفها كده. تمام. ممكن ايه بقى، انا شفت طرق كتير قوي، وعلى فكرة طلع دلوقتي في زي مكبس كده بيعملها للناس اللي ما بتعرفش تشكلها خالص. بصوا احنا طبعا بنجتهد، احنا مهما نعملها مش هتطلع من ايدينا زي اخواتنا السوريين ابدا. تمام. فاحنا بنجتهد برضو يا جماعة، احنا بنجتهد. في دلوقتي مكبس طالع اسألوا عليه، بيتباع حتى اونلاين وكده، شفت اعلاناته للي ما بيعرفش خالص انه يشكلها. تمام. وبتبقى دايبة في ايدينا وجميلة زي ما انتوا شايفين كده. انتي بس بتدهني ايديكي ايه سنة زيت صغيرة وبتشكلي اهو. بصوا انا اوريكم كذا طريقة وانا بشكلها دلوقتي وبحشيها وبنقفلها. الموضوع سهل قوي يا جماعة والله. تحسي ان انت ايه بتلعبي بحته عجين حلوه، هي في ملمسها في الايد عامله زي حته العجين والله. تحسي ان انت بتلعبي بحته عجين حلوه كده في ايديكي. تمام. وبنحاول نساوي كده الشكل، نخليه جمالي كده قدر المستطاع يعني على قد ما بنقدر. هنا عملت حبه حلوين اهم. انا الكميه دي بسم الله ما شاء الله، انا عامله الكوبايه ما شاء الله، يعني كوبايه تملى العين كده كبيره. لو انت حابه تصغريها عن كده براحتك برضو مفيش اي مشكله، هترمي معاكي كميه اكبر من دي بكتير. انا عملت معايا كام واحده، ستة وستة وستة، عملت معايا 20 قطعه. دول عملوا معايا 20 قطعه. 20 عملوا معايا 20. بس بسم الله ما شاء الله عاوزه اقول لكم طعمها. انا بصراحه يعني للامانه الاتنين اللي عملت لكم تست عليهم وقالتهم دول، قعدت والكفته قعدت بعد ما خلصت طفيت الكاميرا قبل ما انزل حتتك بتتك عليهم، ما خليتش فيهم اي فتفوته سبتها. وجبت معاهم حتتين مخلل كده والله، من غير بقى حتى الكفته من غير عيش حاف كده. عاوزه اقول لكم الحاجه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، طالعه طعمها تحفه. انا عملت زي ما انتوا عارفين، عملت معاكم صورت معاكم الطبق ده بس تقريبا او طبقين مش فاكره. وبعد كده لا ما قدرتش اقف، قعدت زي ما انتوا عارفين بقول لكم بحط بقى بفرش في الارض كده واقعد اعمل الحاجه وانا قاعده، ما بقدرش اقف فتره طويله خالص. فهنا الحبه دول بس اللي كنت حابه اوريكم انا بعملها ازاي. مش هقول لك انا حريفه بقى، لا لا خالص، احنا كلنا بنتعلم من بعض. يعني انا شفت طرق كتير لتعليمها عشان اعرف اعملها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وهجيب الكفته بتاعتي بقى
وهصبعها، بس هعملها على طبقين. لان انا عاوز، هي عملت معايا كميه حلوه قوي على فكره، بس انا حبيت اعملها على طبقين عشان يبقوا طبختين حلوين، سواء عملناهم بصلصه سواء عملناهم بشوربه، فيبقوا ايه كميه حلوه كده محترمه تكفي عيله من 4 ل5 افراد، مع شويه رز بشعريه جنبهم مع شويه سلطه او مخلل، فاهميني؟ فيبقوا اكلتين يتقسموا اكلتين. وصحيح يا بنات، عاملين ايه في موجة التلج اللي احنا فيها دي؟ انا عاوزة اقول لكم انا من موقعي هذا جزيرة القطن تحت اللحاف الفايبر بمنتج لكم. انا عاوزة اقول لكم الساعة في سرسوب هواء بدور عليه في الشقة مش عارفة جاي منين، تلج الشتاء يعني. بصوا، استخبى 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 وجي قبل رمضان بيقول لنا بخ انا اهو والله يا جماعة سقعة مش طبيعية، مش طبيعية. انا نزلت بعد ما خلصت التصوير ده، كنت رايحة مشوار، انا نزلت الشارع والله سناني كانت بتخبط في بعضها من السقعة. ايه السقعة اللي مش طبيعية دي؟ ايه ده؟ في ايه يا جماعة؟ رمضان هيجي واحنا كده هنقف في المطبخ ازاي يا جماعة؟ هنقف يا بنات في المطبخ ازاي في السقعة دي؟ لان انا كمان من الناس اللي مش بتحب الشتاء، هي ايام ربنا كلها حلوة، بس انا صيفية مش شتوية. هتقولوا لي الصيف يا شيماء، الصيف يا شيماء حر وبتاع. لا الصيف حلو، حر هنقعد في التكييف هنشغل مروحة هناخد شاور، لكن في الشتاء بتلبسي هدوم 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 كتير فوق بعضها. حتى يا جماعة يعني سبحان الله، اللبس وانت خارجة في الصيف غير الشتاء. وانت خارجة في الصيف الدنيا جميلة، البنطلون او شميز او دريس او او ايا كان اللي بتلبسيه، اللبس في الصيف خفيفة بترمي عليك الهدوم وبتطيري، لكن في الشتاء بقى البلطو الكوفية البوت اللي هو بتبقي حتى ماشية متكتفة. لا لا، انا بحب الصيف يا جماعة. الصيف حر حلو بحبه، مع اني ساعات بيجي ايام في الصيف والله بستخبى وببقى وشي في الارض من الناس اللي بقول انا بحب الصيف اما بتيجي الموجة السخنة قوي دي. بس بكل صعوبة الصيف، لا الشتاء صعب قوي يا جماعة قوي. كفاية بس علينا، أو ممكن يكون انا عندي عقدة منه من ايام ما كنت صغيرة وكنت بقوم من الفجر عشان المدرسة، ممكن كده. انا كنت يعني ابشع وقت وانا بسمع الراديو وماما بتصحينا بقى عشان نفطر، ويا كانت ايام يعوذ بالله. بصوا محدش هيفهم الكلام ده غير جيل التمانينات اللي زيي. انتوا فين يا تمانينات يا اللي زيي؟ الجيل ده هو اللي هيفهم انا بتكلم في ايه، والصبح كان بيحصل ايه وبنسمع الراديو وبنتعمل فينا ايه. ولا بقى الطابور بتاع الصباح، يا ايه الذكرى؟ انتوا قلبتوا عليا المواجع ولا انا اللي قلبتها على نفسي ولا ايه ده بالظبط؟ خلينا في الكفتة اللي بنصبعها. بس يا حلوين، ادينا عملنا كمية محترمة قوي بسم الله ما شاء الله. بصوا الكمية الاخيرة اللي فضلت معايا دي هعملها كور صغيرة كده، عشان عندي بيحبوها كور كده، فهعمل حبة كده وهوزعهم على الطبقين برضو. يعني دول مش هيبقوا طبق تالت، لا دول هوزعهم على الطبقين. زي ما قلت لكم انا عاملة الطبقين دول كميتهم ما شاء الله، يعني تعمل طبخة حلوة كده بصلصة او بشوربة. تمام. وللعلم عاوزة اقول لكم الطريقة دي ناجحة 1000000%. ولو رجعتوا الفيديوهات التوفير اللي انا كنت عاملاها قبل كده عاملاها بنفس الطريقة، وبتطلع لا بتفتح مننا ولا بيجرى لها اي حاجة ولا بتكش ولا بتنشف ولا اي حاجة خالص، بتطلع جميلة وزي الفل. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيع محمد رسول الله. فاضل كده معانا ربعين لحمة، هنعمل بقى نوعين كفتة بالربعين دول. اول كفتة هنعملها كفتة داوود باشا، هاخد الربع ده وهنعمل، لا دي كفتة برغل، بعتذر، دي اول حاجة عملتها عملت كفتة البرغل. حطيت لها برضو انتوا شايفين 3 بصلات، بس 3 بصلات ايه اللي هو البصلايه يعني نمنومه صغننه قوي، انا البصل المره دي جايباه صغير قوي. وهنستخدم معاهم ده، عندي نص كوبايه برغل كانت في كيس في الفريزر، كنت بيتها على الرف علشان اخدها. لو ما عندكيش زي انا بشيله في الفريزر كده، يبقى ربع كوبايه برغل وحطي عليها ميه وسيبيها نقعها نص ساعه ولا حاجه، هتلاقيها زادت وبقت نص كوبايه. تمام. وهحط برضو
قد فصين 3 توم، وبس كده مش اكتر من كده. وهنتبل فلفل اسمر وتوابل لحمه، كبابه صيني، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وبابريكا. وهنظبط الملح بتاعنا، وطبعا طبعا ربع معلقه بيكنج باودر. مش عاوزه تحطي كل الكلام ده، يبقى تجيبي كيس التوابل الجاهز بتاع الكفته اللي هو الشيف اللي احنا بنجيبه ده، او الفاين فودز، وتظبطي ملحك وتحطي البيكنج باودر بس. تمام. لكن انا ما كانش متاح عندي الكياس دي، فاستخدمت التوابل العاديه بتاعه المطبخ. وهنفرم الكلام ده كويس او مع بعضه، او تعجنيه بايديكي كده، مفيش اي مشكله. كده كده البرغل منقوع وكان في الفريزر فدايب معايا. او هنا بس كنت بلفها مع بعضها كده لفه، كام لفه كويسه، بس مش على كمان مش مسرعه بعمله في زرارين في الكبه، فبعمل باللي هي البطيء كمان. هجيب بقى بوله صغيره وهحطها فيها، وفي نفس الكبه هجيب معايا الربع اللي فاضل بتاع اللحمه الاخير، وهكسر عليه بضايه. وهحط برضو البصل النونو بتاعي ده، هحط 3. بصوا شايفين في ايدي قد ايه؟ هي بقيمة بصلاية كبيرة. يعني انا برضو مش مكترة الحاجات دي علشان الطعم. الاساسي بقى معانا في ده دي كفتة داوود باشا. الاساسي معانا هنحط 3 معالق ممسوحين بتوع اكل بقسماط، وهنحط فلفل اسمر، بابريكا، كبابة صيني، توابل لحمة، وربع معلقة بيكنج باودر، وهظبط الملح بتاعي. تمام كده. الموضوع سهل يا جماعة. هضرب بقى الكلام ده كويس قوي، ولسه هحط البقسماط بعد كده. انا بوريكم البقسماط بس لسه انا ما حطيتوش، بس هحط 3 معالق ممسوحين بقسماط. هنا السكينة ما كانتش محطوطة ثابتة تحت، عذبتني لحد ما سبتت الكبة معايا. هنعم بقى البصلة واضربها مع اللحمة والبيضة لحد ما نعمها خالص. الموضوع سهل يا جماعة فوق ما تتخيلوا. واستفدنا بكيلو المفروم وطلعنا منه كميات حلوة قوي. انت حتى يعني هنقول الكبيبة مقبلات جنب الأكل، بس بتبقى شيء أساسي على السفرة. يعني احنا زي ما يكون ما بناكلش الكبيبة غير في رمضان. اهو بصوا هنا البقسماط اهو، حطيت ال3 معالق بقسماط، او معلقتين مليانين ونص معلقة زي ما انا ما عملت كده، هما 3 معالق ممسوحة. وهنلفها لفتين كده، وبرضو هنطلعها في قلب بولة، وهسيبها في التلاجة قد ربع ساعة قبل ما اشكلها. فالموضوع سهل قوي يا جماعة والله فوق ما تتخيلوا. والحاجات دي ما خدتش معايا وقت. يعني مش هقول لكم انها وقفت وتعبتني، لا خالص، بسم الله ما شاء الله، ما تعبتنيش وما خدتش وقت، لان كل الحاجة دي سهلة قوي معانا. وشوفي هتوفر لك بقى وقت قد ايه. اهو هنا لميتها معايا كلها، وهحطها في الطبق، وهحطها على رف التلاجة لحد ما اشكلها. هنا جبت طبق فيه شوية زيت صغيرين، ودي كفتة داوود باشا. هعملها بقى كور. بتتعمل ازاي يا حلوين للي ما يعرفش يعملها؟ دي ممكن تحمريها بس، يعني تديها تحميرة كده بمعلقة سمنة وتاكليها على كده. ممكن تعمليها في صلصة مع شوية مكرونة، ممكن تعمليها بصلصة مع شوية رز بشعرية، يعني بتعمليها في كذا أكلة. تمام. الموضوع ده بيبقى سهل قوي يا جماعة، وبيسهل لك ان انت لو مثلا النهاردة مالكيش مزاج، مثلا قمتي في رمضان مش قادرة تعبانة، مالكيش مزاج تقفي في المطبخ كتير، هطلع طبق زي ده، هعمل جنبيه شوية مكرونة واعملها بصلصة، او احمرها وشوية بطاطس محمرين، او اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، تعمليها بصلصة اللي هي بتبقى بتشوحيها في قلب معلقتين سمنة كده، ومعاها فصين توم، وتنزلي بالصلصة تسبك معاها. دي تبقى جنب شوية رز بشعرية كده، تتاكل زي القمر. فزي ما قلت لكم كذا مرة، انا بديك الفكرة وانت ابدعي، فاهماني؟ وانت هيبقى الطبق تحت ايديكي في الفريزر عندك، وقت ما هتعوزي تطلعيه، لو اتزنقتي في اي حاجة هتمدي ايدك في الفريزر تطلعي الحاجة جاهزة على عمايل معاكي. تمام. هنعمل هنا بقى الكفتة بتاعت البرغل. دي بتتعمل في صاج، في الاير فراير، في الفرن، بتشوحيها في الوك عادي كده، فما فيهاش اي مشكلة. تمام. انا الواحدة اللي هي جربتها لكم دي سويتها زي ما هوريكم في الاير فراير، فالموضوع سهل قوي جدا.
وما تقلقيش، انت هتلاقيها وانت بتشكليها الكفتة بتاعت البرغل دي طرية قوي في ايديكي، بس مش بتلزق. ما تقلقيش من الموضوع ده، وما تقوليش هتطلع طرية فما تستوي، لا خالص. هي طرية معانا لان احنا حاطين عليها برغل، مش مزودين دهون، مش مزودين فول صويا، مش حاطين حاجات معاها تبقى متماسكة، فاهماني؟ فهتبقى في ايديكي زي المية. عشان كده انا بدهن ايدي زيت وانا بشكلها على ظهر المعلقة وبحرص قوي. لكن اول ما استوت انا هوريكي وانا بقطعها، حلوة فيها طراوة الكفتة اللي بنجيبها المشوية، ومن جوه مستوية وحلوة ومفرغة، ومش مش ناشفة. تمام. فاحنا اما انت خدي بالك هي هتبقى طرية وانت بتشكليها، ما تقلقيش، لان احنا مش حاطين فول صويا يمسكها، مش حاطين اللهم صل على سيدنا محمد، مش حاطين اي حاجة معاها او الدهون او البوش او الحاجات اللي بتديها انها تبقى ماسكة قوي، فاهماني؟ انا كنت عاوزة طعم اللحمة يبان قدر المستطاع، لان احنا اما كنا بنتحايل على الظروف وبنحط مكونات وحاجات، فطعم اللحمة كان بيبقى بعيد شوية معانا. تمام. لكن انا هنا احنا بنبقى صايمين، وعلى الفطار طبعا عاوزين ناكل لقمة مغذية. في بيخاف من فول الصويا، مع انه والله والله زي ما قلت لكم كذا مرة، هو بالكميات المعقولة ما فيهوش اي اذية. تمام. انا بقول لكم انا باكل ولادي منه وزوجي، فما فيهوش اي مشكلة يا جماعة. هو بس المشكلة الوحيدة ان بره انتوا بتشتروا الحاجات دي المصنعات، بيبقى فيها كمية مهولة مهولة من الفول الصويا. فانت لما تعملي الحاجات دي في البيت اضمن لك، وبتبقي عارفة انت حاطة ايه، فاهماني؟ وبرضو اما بنحط البوش وبنزوده شوية، هو دهن حيواني، بس برضو في الاول وفي الاخر احنا برضو بنبعد كتير من طعم اللحمة. لكن هنا انا محافظالك قدر موفرالك، ومحافظالك ان انت تاكلي حتة لحمة تحسيها وانت بتاكلي. وادي الكوبيبة القمر طالعة معايا زي الفل، لا فتحت ولا جرالها حاجة، وزي القمر. وهفتحها لكم دلوقتي تشوفوا قلبها. وهنا بوريكم في الاير فراير، بصوا الكفتة اهي بدأت تستوي معايا وتتماسك، والحاجة اهي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الكمية اللي احنا مطلعينها كمية محترمة. هنا عاوزة اقول لكم طعم اللحمة باين بقى، طعم اللحمة في الكفتة باين ان انت بتاكلي كفتة، فاهميني؟ لكن لما كنا بنحط حاجات جنبها او معاها، كان الطعم بيبعد مننا شوية. بس كنا بنقول ايه في الاول وفي الاخر؟ احنا مدخلين حتة لحمة بلدي، مش مصنعات لحمة متلجة ما فيهاش اي فايدة. بس كده يا حلوين، عملنا كده ايه كام طبق كده معانا؟ ادي 8 اطباق. تمام. عملنا 3 اطباق كوبيبة، عملنا طبقين كفتة رز، عملنا طبقين كفتة برغل، وطبق كفتة داود باشا. بصوا احنا ما عملناش الكميات الكبيرة قوي، بس ان احنا نطلع من كيلو مفروم الحاجات دي. تعالوا شوفوا لي الكوبيبة وقلبها يا جماعة، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طعمها تحفة يا جماعة، تحفة تحفة تحفة. ولو بتحطي الزبيب حطي، انا بحبها بيه صدقيني، وبالمكسرات. بس ولادي معسفيني ما بعملهاش كده والله، بخاف انها تتغلط مع الكوبيبة بتاعتهم. فاعملي الحاجات دي، هتوفر معاكي كتير قوي، وهتوفر معاكي فلوس، وهتوفر معاكي وقت، فاهماني؟ هتوفر معاكي كل حاجة. والحاجات دي بالذات للستات العاملة بصراحة بتنفعها قوي، وما حطيناش حاجة مضرة في الأول وفي الآخر. بس كده يا حلوين، خلصنا الوصفة بتاعتنا. أتمنى وصفاتي تكون بتعجبكم وشرفتوني.